أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن نادى ربه نداء خفيا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله
وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا وكانت وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن
وسلام اذكر في الكتاب مريم
وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا فاتخذت حجابا فأرسلنا إليها
قري عينا
فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به ما كان فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني
نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا صدق الله بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وبعد إخوة الإيمان والإسلام، لقد عشنا في رحابة التلاوة القرآنية المباركة، وتلك التلاوة العطرة والتي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ السيد محمد عبد الوهاب الطنطاوي، قارئ بالإذاعة والتلفزيون المصري والمقيم بالنسبية مركز المنصورة دقهلية. الهندسة الإذاعية والإنارة الكهربائية من داخل مخازن الفراشة الكبرى والخدمات الفندقية الممتازة دار تحكال عثمان الشناوي ببيت الكرماء. الإيمان والإسلام، شكر الله سعيكم جميعا. كلمة عزاء لفضيلة الأستاذ محمد فرحات، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم.
وكلهم من رسول الله ملتمسا غرفا من البحر او رشفا من الديم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اما بعد، اخوة الايمان والاسلام، استمعنا منذ قليل لقارئ جليل ابن قارئ جليل من سورة مريم. وهذه السورة ابتدأت بحروف قول المولى عز وجل: كاف هاء عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. هذه السور لا يعلم معناها إلا الله عز وجل، ولكن العلماء اجتهدوا. هذه السور تبدأ بحروف اسمها الحروف المقطعة، ولكن غالبا ما يأتي اسم القرآن الكريم بعد هذه الحروف، زي مثلا صاد والقرآن ذي الذكر، ياسين والقرآن الحكيم، قاف والقرآن المجيد. وسورة مريم السيدة العذراء البتول مريم رضي الله عنها من الأربعة الذين اتهمهم قومهم وبرأهم الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات. فاربعة كده في القرآن اتهموا ولكن الله برأهم. الأولى امرأة العزيز لما اتهمها قومها برأها المولى عز وجل بقوله: وشهد شاهد من أهلها اللي شهد. والثاني سيدنا موسى عليه السلام حينما كان ينزل ويستحم في نهر النيل. صلى على النبي. سيدنا موسى كان لما بيجي يستحمى في البحر يغطي نفسه، فقالوا عنه ان موسى اصيب بمرض العدال اللي هو مرض البرص، عزكم الله. قال لك موسى بينزل النهر يستحمى وبغطي نفسه علشان اصيب بمرض البرص، ولكن الله برأ موسى بايه؟ برأ موسى بحجر. صلى على الحبيب. يعني نزل يستحمى وحط الهدوم بتاعته على الحجر، على الزلطه زي ما احنا بنقول. فهذا الحجر هوي به في نهر النيل فضاعت ملابس موسى، فخرج موسى على قومه عريانا، فقال المولى عز وجل في قرآنه: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبراه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. للتاني سيدنا موسى قالوا عليه أبرص وربنا براه بإيه؟ إن الحجر خد الهدوم ونزل البحر. والثالثة هي السيدة العذراء البتول مريم لما اتهمها قومها بالزنا، فلما أتت به قومها تحمله شايل ابنها حاجة، قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. ترد وتقول يا جماعة لا أنا ما حصلش، لا. فأشارت إليه. شورت على مين؟ على الطفل الرضيع. فنطق الطفل الرضيع وهو في المهد وقال
قال انا ربنا ولا قال انا ابن ربنا؟ قال ايه؟ قال اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ما خلي بالك سيدنا عيسى من الاطفال الذين نطقوا في المهد، يعني الاولاني ابن ماشطة فرعون. لما كانت ماشطة فرعون تمشط شعر بنات فرعون فوقع المشط من يدها، فقالت وهي تمسك بهذا المشط بسم الله. فقامت بنت فرعون بتقول لها ايه بقى؟ اتذكرون الله ابي؟ قالت لا، اذكر الله ربي، ربي وربك ورب اباك ورب العالمين. فابنة فرعون قالت لوالدها ان الماشطة تذكر الها غيرك، فاتى به يا ماشطة، فقالت نعم. اتذكرين الها غيري؟ قالت نعم، اذكر الله رب العالمين. فعندها 3 ولاد، دول بقى سيدنا النبي شم ريحتهم ليله الاسراء والمعراج، اللي الناس طالعه علينا دلوقتي علماء في الازهر يكذبوا الاسراء والمعراج. في ناس بتكذب الاسراء والمعراج لعنه الله عليهم. ده في سوره في القران اسمها سوره المعارج، وفي سورة في القرآن اسمها سورة الإسراء. يا ماشطة أتذكرين إلها غيري؟ قالت نعم، الله ربي وربك ورب العالمين. فجاب ابنها الكبير ورماه في الزيت المغلي. وقعد تاني يا ماشطة أتذكرين الله أو إلها غيري؟ قالت نعم، الله ربي وربك ورب العالمين. فجاب ابنها الثالث بقى الرضيع اللي لسه برضع من ثديها وامسك به، فهي حنت له. دايما الام تحن للصغير غصب عنها كده. اما لا يا ماشطة اتذكرين الها غيري؟ قالت نعم، الله ربي وربك ورب العالمين. فمسك العيل الصغير والماء فين؟ في الزيت المغلي. فالانسان اول ما ترمى في الزيت المغلي نطق الرضيع ابن ماشطة مرات فرعون وقال يا أماه تعالي نحن في الجنة. ما تخافيش. نطق الرضيع في الماء وقال يا أماه تعالي نحن في الجنة. والطفل الذي نطق في المهد جريج الراهب. جريج الراهب ده كان عابدا ساجدا زاهدا. وبعدين في يوم امه بتندى عليه يا جريج يا جريج، فهو من شغاله بالصلاه ما ردش على الله. فقامت امه قالت ايه؟ فضحك الله يا جريج ولن تموت الا ان ترى وجوه المومسات. دعوة من الام كده. ففي يوم من الايام اتهم جريج بنتا اتهم فيها بانه قد زنى بها وحملت منه. فاراد القوم ان يعاقبوه فجاءوا له بالمئصلة اللي تقطع رقبته بقى. خلاص قال له يا رب انت عالم بالحال غني عن السؤال. فنطق الولد الذي كان من الزنا وقال انا لست ولد جريج انا ابن راعي الغنم. انطقه الله زي ما سيدنا عيسى بن مريم نطق في المهد قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني. الشاهد بقى في الموضوع ان الثلاثه الاولانيين وشهد شاهد من اهله. سيدنا موسى الحجر برا
وسيدنا عيسى نطق في المهد. الرابعة وهي السيدة عائشة رضي الله عنها حينما اتهمها قومها بالزنا. حادثة الإفك، حادثة الإفك، لكن ربنا برأها من فوق 7 سماوات، لا بعين قال له ولا بحجر شهد عليه ولا حاجة خالص. ربنا قال ايه؟ ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكل امرئ ما اكتسب. ربنا برأها. حتى ان نفس النبي تزعزعت كده، كان كل ما يخش على السيدة عائشة يقبلها جه عليه الايام دي يقول لها كيف تيكم او كيف تلكم، فقالت له يا رسول الله، فقال يا عائشة لو كنت فعلت ذنبا فتوب. قالت والله لن أتوب، كيف أتوب على ذنب وأنا لم أفعله؟ وقرايب سيدنا أبو بكر اللي كان بيديهم الصدقة هم اللي طلعوا الكلام ده عليه، وربنا برأها من فوق 7 سماوات. يبقى الدنيا فانية بما فيها من متاع زائل وفان لا محالة، مهما قويت قوتك ومهما تكبرت بجبروتك ومهما كثر مالك ومهما